يلا بينا نحضر ماتش الزمالك ووادي دجله في الدوري. جمهور الزمالك وجه رسائل للعيبه وقال لهم جمهور الزمالك النهارده ما جابش سيره الاهلي، كنت متوقع يجيبوا سيره الاهلي بس لما يكسبوا عشان يتعلموا من غلطه جمهور الاهلي امبارح، بس جابوا سيره حد تاني. لو عارفينه قولوا لي في الكومنتات. وبسم الله الرحمن الرحيم الهدف الاول للزمالك. الاول للزمالك دقيقه 12، جمهور الزمالك كله بيصفر عايز ضربه جزاء. حاجه من الحاجات الحلوه ان كان في شويه جمهور لذيذ كده لوادي دجله في الاستاد. 30 دقيقة من الشوط الأول الزمالك خطف جون، خلينا نقول إن هو خطف جون لأنه مش جون من هجمة منظمة، الزمالك لازم يحافظ على ده ويجيب التاني عشان ما يندمش في أي لحظة من اللحظات. خلص الشوط الأول 1-0 الزمالك، نتيجة مش مطمئنة إطلاقا، أتمنى الزمالك ما يعملش زي كل ماتش ويفضل كده لنهاية الماتش موتر كل جماهيره. يعني جون ملوش أي 30 عازة في الفيستك، وده اللي انا قلته في الشوط الاول قبل ما يخلص، انك ممكن تلبس جون في اي لحظه. يعني لتاني مره ناصر ماهر بيعمل حاجات انا مش حد فاهمها في الاستاد غيره هو. كارثة فتوح أول لمسة دي عمل كارثة تسببت في جول. طرد على الزمالك، المصائب لا تأتي فرادى. كرة ملهاش أي 30 لازمة الزمالك لبس فيها طرد وهيكمل الماتش منقوص. طرد ساذج جدا من الونش، يعني لعيب كبير وخبرة ومنتخب وزمالك وكل حاجة ويلبس طرد يغرم فريقه. كارثة باللي هو عمله ده بصراحة. انت عايز تغير يا ابني، انت عايز تغير. يعني جمهور الزمالك مش راضي تماما عن الطرد زي ما انتم سامعين. 80 دقيقة الماتش بدأ يتكهرب، الزمالك لو كان يسمع كلامي من الشوط الأول ما كانش حط نفسه في الموقف ده، كمان مطرود منه واحد، الموقف صعب جدا. طرد الدجلة وكده الروسي تساوت، بس الدقيقة للأسف بنلعب في الدقيقة 84 دلوقتي، هل الزمالك قادر يرجع يتعادل على الأقل؟ ده اللي هنشوفه. اللعيبه ده كلفت اللعيبه كلها وكان هيجيب جون قاتل. بعد نهايه الماتش وبسبب الهزيمه كان في شويه مشاكل كده في المدرجات بين جمهور الزمالك. خلص الماتش الزمالك خسر 2-1 كالعاده. الزمالك ما بيعرفش يستغل ابدا تعثرات الاهلي على مدار التاريخ، وانا كنت متوقع ان الزمالك ممكن يعمل كده. الله اعلم الدوري ده ممكن يكمل بينا لحد فين، بس اكيد الدوري ده ممتع.